السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. نعمل لكم النهاردة فيديو مختلف كده عن الحل. فيديو بسيط وسهل ان شاء الله هياخد معانا ساعة ولا حاجة. الفيديو ده يا حبيب قلبي، انت عشان تحل تكاثر لازم تكون عارف المعلومات اللي فيه، لان من الاخر ده البدايات او الحاجات الاساسية اللي هتبقى معاك في التكاثر واللي هتبقى معاك في حل التكاثر. فلازم حضرتك تسمع الفيديو ده من اوله لاخره. معلومات ممكن تكون عارفها، بس بتأكد على المعلومات عشان لما تيجي تحل فانت تكون عارف المعلومات دي في دماغك. والحل بيلعب على المعلومات الأساسية اللي كانت معاك قبل كده، اللي كانت في أولى واللي كانت في تالتة إعدادي واللي كانت في تانية ثانوي واللي هتبقى معاك برضو في سنة كام؟ في سنة تالتة ثانوي. فالفيديو ده بالنسبة لك مهم جدا، معلومات تهمك للحل في التكاثر. حلو كلام. مش هطول عليك، بس قبل ما نخش على الفيديو ما تنساش بقى تدعمنا بلايك، سبسكرايب، واشتراك في القناه. ولو انت عندك اي سؤال عندك لينك الجروب بتاع تليجرام هسيبه لك في مين؟ في الوصف يا باشا. يلا بينا. يلا بينا. الاول تعالى كده معانا واحده واحده. احنا هنتكلم عن ايه يا باشا؟ مقدمه في مين يا استاذ؟ في التكاثر. ببساطه خالص هنتكلم عن مقدمه في التكاثر. صح؟ صح الكلام. طيب تعالى اقول لك على حاجه بقى، معلمه واحده واحده. انا لما اجي اقول لك هتكلم عن التكاثر ومين اللي بيتكاثر، هتقول لي الكائن الحي. مش هفهم الاول الكائن الحي ده عباره عن ايه او بنصنفه بناء على ايه؟ طيب فتعالى نعمل تصنيف واحده واحده كده للكائنات الحيه. لما اجي اقول لك اول حاجه بالنسبه لي الكائن الحي، ممكن اصنف الكائن الحي على حسب ايه يا استاذ؟ والله ممكن اصنفه على حسب عدد الخلايا اللي هو بيتكون منها. فممكن اقول لك ان الكائن الحي بالنسبه لي عباره عن حاجتين. يا اما بالنسبه لي كائن حي وحيد الخليه، وحيد الخليه، يا اما بالنسبه لي كائن حي عديد الخلايا. صح؟ وانت راجل محترم في سنه ثالثه ثانوي، اكيد انا مش هوصف لك اقول لك كائن حي وحيد الخليه يعني بيتكون من خليه واحده. برافو عليك، كلام سهل وبسيط. طب كائن حي بيتكون من عديد الخلايا يعني بيتكون من اكتر من خليه. صح، برافو عليك. بس انا مش جاي اقول لك على الكلام ده تمهيد للكلام اللي جاي ان شاء الله. وحيد الخليه ده انت عندك امثله منها كتير. صح؟ زي ما مين؟ زي الاميبا مثلا. صح؟ زي البراميسيوم مثلا، زي لويجلينا مثلا، زي عندك مثلا حاجه زي بلازموديوم الملاريا. طيب عندك عديد الخلايا ده كتير جدا. زي مين يا استاذ؟ زي الانسان اللي احنا بنتكلم عليه، زي مثلا الحوت، زي مثلا الكلب، النمر، الاسد، كل الكائنات اللي هي عديده الخلايا دي. فاول تقسيمه بالنسبه لي انا قسمت لك الكائن الحي الى حاجتين: يا اما كائنات وحيده الخليه، يا اما كائنات عديده الخلايا. كائنات وحيده الخليه زي الاميبا والبراميسيوم مثلا او البكتيريا مثلا، وكائنات عديده الخلايا زي الانسان والحوت. والامثله تانية خلافهم في اسئله كتيره سواء بالنسبه لعديد الخلايا. طب وحيد الخلايا لها امثله برضو ايه؟ معدوده. مش ده اللي انا جاي اتكلم عليه. طب لما يقسم لك الكائن الحي يا محترم، الكائن الحي بس على حسب مكان المادة الوراثية. يعني ايه على حسب مكان المادة الوراثية دي؟ يعني المادة الوراثية الموجودة عندك دي، سواء دي ان ايه سواء ار ان ايه، موجودة فين؟ موجودة عندك في السيتوبلازم ولا موجودة عندك داخل النواة؟ فهي دي اللي تفرق معايا، وده اللي انا جاي اتكلم عليه، وده تفاصيله مهمة جدا جدا جدا. طيب هتقسمهم لايه يا استاذ؟ اقسم لك لحاجتين يا حبيب قلبي: يا اما اوليات النواة، يا اما حقيقيات النواة. حلو، حلو جدا. طيب ايه هي اوليات النواة وايه هي حقيقيات النواة؟ اوليات النواة محترم ببساطة خالص، اوليات النواة يعني المادة الوراثية بتاعتها، المادة الوراثية لا تحاط بغشاء نووي، وموجودة فين؟ وتوجد في السيتوبلازم. يا استاذ انا ما بحبش الاسئله الكلام الانش ده. واحده واحده يا حبيبي. يعني ايه المواد الوراثيه لا تحاط بغشاء نووي؟ يعني ما فيش غشاء نووي، يعني من الاخر وبالبلدي ما فيش نواه. طيب
اديني شكل عشان افهمك يا باشا. بص يا محترم، انا عندي هنا كده غشاء اهو. ايه ده يا استاذ؟ انت بتناقض نفسك. انت بتقولي ان ما فيهاش غشاء، وجاي تقول لي دلوقتي ان فيها غشاء. انت بتقول عكس بعضه. لا يا حبيبي، مركز في الالفاظ البسيطه دي. ده عباره عن غشاء ايه يا حبيب قلبي؟ ده غشاء خلوي. اما انت لو ركزت في اللفظ، انا بقول لك لا يوجد غشاء نووي اللي هو الغشاء بتاع النواه. اما ده غشاء خلوي، ده الغشاء بتاع الخليه. فركز. هتلاقي ان الماده الوراثيه بتاعتي موجوده ازاي بقى يا استاذ؟ موجوده عندك بالشكل ده كده محترم، داخل الخليه اهو. بص، هتلاقي موجوده عندك بتلتف حوالين نفسها، وموجوده عندي داخل الخليه. فمش موجوده عندي هنا كده يا استاذ ما فيهاش حواليها غشاء نووي. يعني ايه يا استاذ مش حواليها غشاء نووي؟ يعني ما حواليهاش الغشاء ده. بص 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 بص، عملت انا بالرصاص اهو عشان ارجع امسحه تاني. مش حواليها الغشاء ده. فالغشاء ده مش موجود بالنسبه لك. حلو الكلام. وطالما الغشاء ده مش موجود يا باشا، يبقى ما عندهاش غشاء نووي، ولا عندها مين، ولا عندها نواه. جميل. حتى بتكون موجوده عندي هنا في منطقه بنسميها المنطقه اللي بتكون موجوده فيها كده منطقه نوويه. منطقة نووية يعني بتصنع منها يورانيوم؟ لا أكيد يا حبيبي، ده هزار. منطقة نووية دي عشان فيها موجود فيها الحمض النووي. ما هو المادة الوراثية ده دي ان ايه، ار ان ايه. والدي ان ايه والار ان ايه دولت اسمهم ايه؟ احماض نووية زي ما انت عارف. حلو قوي. فتعالى اقول لك ايه اوليات النواه واحده واحده كده، ونفسر مع بعض كده الكلام اللي احنا بنقوله. الماده الوراثيه بتاعتها، الماده الوراثيه بتاع اوليات النواه لا تحاط بغشاء نووي، بالبلدي ما عندهاش نواه. حلو. يبقى الماده الوراثيه موجوده فين؟ في السيتوبلازم. بالبلدي موجوده في منطقه اسمها منطقه المنطقه النوويه. طيب بص كده وركز معايا. هتلاقي هنا كده بيقول لك ان الدي ان هنا، الدي ان ايه او الماده الوراثيه لا يتعقد بالبروتين. يعني ايه لا يتعقد بالبروتين ده يا استاذ؟ جديده عليا دي. هفهمها لك. انت كده كده هتاخدها معاك في الدي ان ان شاء الله، بس انا هفهمها لك هنا. بص يا حبيب قلبي، الدي ان ايه لو فردته بيبقى طويل جدا، حاجه طويله جدا اهو. مثلا لو قلنا انا عندي مثلا الدي ان ايه كده اهو، الدي ان ايه اهو، لو فردته هتلاقي حاجه طويله جدا. طيب انا عاوز اخلي الحاجه الطويله دي تكون في مكان صغير، فبعمل ايه؟ بلفها. طب لما اجي بلفها على ايه بقى؟ بص بقى معايا كده وركز. هلاقي ان انا عندي هنا كده بروتين، وعندي هنا كده بروتين، وعندي هنا كده بروتين. فبعمل ايه؟ فاجيب الدي ان ايه والفه حوالين البروتين اهو. بجيب الدي ان ايه والف حوالين بروتين، واجيب الدي ان ايه والف حوالين بروتين. فانا كده صغرته صغرت ليا الطول بتاعه، في نفس الوقت عملت له تعقيد، ربطته، التف ليا حوالين مين؟ البروتينات. حلو كلام. يبقى لما التف حوالين بروتينات يبقى هو اتعقد بالبروتين. هل العمليه ديت بتحصل ليا في الدي ان ايه بتاع اولات النواه او في اولات النواه؟ لا، ما بتحصلش عندي في اوليات النواه. ليه يا استاذ؟ لانه عباره عن دي ان ايه فقط. بص كده معايا اهو. لان دي كده ده عباره عن دي ان ايه بدون بروتين، ما فيهوش بروتين. دي ان ايه اللي موجود في اوليات النواه يلتف، او دي ان ايه يلتف حول نفسه، ما بيلتفش ليا حوالين اي بروتين. حلو. يبقى الدي ان ايه موجود عندك في اوليات النواه يلتف حوالين نفسه، ما بيلتفش ليا حوالين اي بروتين، فعشان كده لا يتعقد بالبروتين. طب كمل المعلومه بقى. طالما ما بيتعقدش بروتين، فاعرف ان هو لا يوجد في صوره كروموسوم. يعني مستحيل يا حبيبي ان تلاقي دي ان ايه اوليات نواه، او دي ان ايه او ماده وراثيه موجوده في اوليات النواه تكون موجوده في صوره كروموسومات. ليه بقى؟ اشمعنى؟ اقول لك ببساطه، لان اصلا الكروموسوم عباره عن حاجتين يا حبيب قلبي، دي ان ايه وبروتين. وانا لسه قايل لك ان هو عباره عن ايه؟ بس دي ان ايه يلتف حول نفسه، يعني دي ان ايه بدون بروتين. حلو. حلو. يبقى معلوماتك دي تفيدك بقى، وتعالى نراجع مع بعض واحده واحده كده. يبقى انا قلت لك في اوليات النواه محترم، الماده الوراثيه موجوده عندي في السيتوبلازم. حلو جميل. طيب اذا لا تحاط بغشاء نووي. جميل جدا، يعني ما عندهاش نواه. حلو. طيب هنا لا تعقد بالبروتين، يعني ما بلتفش حوالين بروتين. جميل جدا. طيب طالما ما بتلتفش حوالين بروتين، فاذا لا يوجد فيه صوره كروموسومات. ليه يا استاذ؟ لان الكروموسوم عباره عن دي ان ايه وعباره عن بروتين. تمام يا معلمه؟ تمام يا باشا. طيب البدائيات دي او اوليات النواه ديت، مين المثال اللي عليها؟ هو المثال الوحيد اللي هتاخده اصلا
هو عباره عن البكتيريا. اهو المثال اللي عليها يا باشا البكتيريا، اللي هي مملكه ايه لو انت فاكر؟ ده عباره عن مملكه البدائيات. لو انت فاكر يا محترم، مملكه مين؟ مملكه البدائيات. حلو كلام. طيب يا استاذ، وانا فاكر لازم أنا افتكر الممالك؟ طبعا لازم تفتكر الممالك. كانوا كام يا حبيب قلبي؟ كانوا 5: مملكه البدائيات، مملكه الطلعيات، مملكه الفطريات، مملكه النبات، مملكه الحيوان. مهمه قوي في التكاثر. وكل ما تمشي، اعملها لك في الاخر، كل ما بتمشي من مملكه البدايات لحد ما الحيوان الرقي بيزداد، فحجم المخاطر بيقل، فالتكاثر ايه؟ بيقل. طالما حجم المخاطر بيقل، اعرف ان التكاثر برضو بيقل. طيب ده بالنسبه لاولات النواه. طب ما تيجي نرجع بقى ونتكلم عن حقيقيات النواه، العكس بقى يا محترم. العكس ازاي يا باشا؟ مش كنا بنقول الماده الوراثيه هنا لا تحاط بغشاء نووي؟ يبقى الماده الوراثيه هنا، المادة الوراثية هنا كده يا محترم ايه؟ تحاط بغشاء نووي. وموجودة فين؟ وتوجد داخل النواة. يعني انا عندي خلية والخلية اهي، بص انت تفهم على طول. الخلية بقى محترم جواها نواة، وجواها كمان نوية، وعندها جواها سائل نووي زي ما انت عارف. ولكن هنا بقى الكروموسومات موجودة فين؟ اهي موجودة جواها في صورة مثلا شبكة كروماتينية او الكلام ده كله. حلو كلام. موجودة عندي داخل النواة. حلو. طيب يا استاذ، مش هنا بقى هيكون في تعقد بالبروتين؟ بس مش هيبان هنا لان ده في صوره شبكه كروماتينيه. يعني انا، مش انت عارف ان حقيقيات النواه بيكون فيها كروموسومات، كروموسوم احادي الكروماتيد او اللي هو الثنائي الكروماتيد بالشكل ده كده، ده بيكون معايا، بس هنا في صوره شبكه كروماتينيه ملتفه حوالين بعضها. فهنا كده يا باشا، يبقى هنا كده يتعقد بالبروتين الدي ان ايه، يتعقد بالبروتين. طالما يتعقد بالبروتين، فانت فهمت بقى يا معلمة ان هو هيكون يوجد في صورة ايه بقى؟ كروموسومات. موجود عندي في صورة كروموسوم. حلو كلام. يبقى الدي ان في حقيقة النواة هيكون موجود عندي في صورة كروموسوم. طيب موجود فين بقى الدي ان في حقيقة النواة ده؟ قال لك موجود عندك، عد معايا، مملكة الطلعيات. حلو. وموجود عندي في مملكة الفطريات. وموجود عندي في مين يا أستاذ؟ موجود عندي في مملكة النبات. وموجود عندي في مملكة الحيوان. يعني قصدك يا أستاذ إن هو موجود في كل الممالك ما عدا مملكة البدايات؟ أيوه، هو ده اللي أنا عاوز أقوله. هو فعلا موجود في كل الممالك ما عدا، أقول لك على حاجة، البكتيريا. أهو بص، شايف البكتيريا دي؟ هي البكتيريا هي دي أولات النواة. مملكة البدايات دي هي أولات النواة. خلاف كده كله حقيقيات النواة ببساطة خالص. في حاجة كده محترم ببساطة خالص أهو. يبقى البكتيريا هي الاولات النواه. يعني ايه اولات النواه؟ يعني الماده الوراثيه لا تحاط بغشاء نووي، الماده الوراثيه موجوده في السيتوبلازم. اما لو حقيقيات النواه، يبقى الماده الوراثيه موجوده داخل النواه. حلو. وتوجد في صوره كروموسومات. في اولات النواه لا توجد في صوره كروموسومات. فالحاجات ده اساسيه معاك. وفي معلومه مهمه برضو يا حبيب قلبي، ركز برضو معايا فيها كده عشان تكون ايه؟ عارفها. ايه هي بقى؟ تعالى احطها لك في خانه هنا كده. لو انت فاكر، كان في حاجة اسمها الأوليات الحيوانية. مش عارف انت فاكرها ولا لا. لما اجي اقول لك الأوليات الحيوانية، دي عبارة عن ايه بقى يا باشا؟ الأوليات الحيوانية ده محترم شعبة من شعب الطلعيات، مملكة الطلعيات. حلو كلام. طيب زي مين بقى أستاذ؟ أقول لك زي مثلا الأميبا، وزي البراميسيوم، وزي بلازموديوم الملاريا. اليوجلينا معايا؟ لا، اليوجلينا مش معايا من الاوليات الحيوانيه. اليوجلينا لها شعبه لوحدها اسمها شعبه اليوجلينات. ايه شعبه دي؟ لازم انت تفتكر من سنه اولى ثانوي، كان في التصنيف يا حبيب قلبي كان في مملكه، وبعد كده شعبه، وبعد كده طائفه، ولحد ما توصل للاخر في ايه؟ في النوع. تمام. طيب ليه اشمعنى حضرتك جايب الاوليات الحيوانيه؟ لان يا حبيب قلبي ناس كتير بتلعب على الالفاظ.
فانت بتفتكر ان الاميبا تبع الاوليات الحيوانيه يبقى هي اوليات نواه. غلط يا حبيب قلبي، هي مش اوليات نواه. امال هي ايه؟ اوليات حيوانيه. يعني ايه اوليات حيوانيه؟ يعني شعبه من شعب مملكه الطلعيات، يعني هي تبع مملكه الطلعيات، يعني هي هتبقى حقيقيات النوايا محترم. فركز في الحاجات دي. يبقى هي لما اجي ابص على الاميبا واصنفها معايا كده في كذا التصنيف اللي احنا اتكلمنا عليه، الاميبا يا باشا من الاول خالص وحيده الخليه. طيب اوليات نواه ولا حقيقيات النواه؟ الاميبا فيها نواه يبقى حقيقيات نواه. طيب تبع مملكه مين؟ الطلعيات، شعبه حاجه اسمها شعبه الاوليات الحيوانيه. لو انت فاكر من سنه تانية ثانوي، من سنه اولى ثانوي، ان كانت الاميبا والبراميسيوم وبلازموديوم الملاريا، وفي حاجه كمان كده اسمها التريبانوسوما. احنا مش هقولها لانها كده كده مش هتيجي عليك قوي. لو انت تفتكر كانت اللي بيسبب المرض بتاعها حشره اسمها حشره التيسي تيسي، كان بتسبب ليه مرض النوم العميق. اما اللي انا ذاكره ده يا حبيب قلبي ده اللي هناخده، ده احنا هناخد الامبيبا في الانشطار الثنائي، وهناخد الابراميسيوم في الانشطار الثنائي، وهناخده في الاقتران، وهناخد بلازموديوم البلاريا في حاجه اسمها تعاقب مين؟ الاجيال. فخلي بالك من المصطلحات دي. طيب انا هنا كده بتكلم من حيث ايه يا باشا؟ من حيث الفرق ما بين الكائنات الحيه، ما بين قسمناها وحيده وعديده او اولات نواه او حقيقيات نواه. خلصنا. طيب هو انواع الخلايا ايه؟ يعني الخلايا اللي موجوده عندي في الجسم انواعها ايه؟ ده يجيبنا لعنوان تاني خالص، اللي هو ايه بقى محترم العنوان ده؟ انواع الخلايا. انواع الخلايا في الجسم. انواع الخلايا في الجسم دي بقى محترم هيبقى عباره عن ايه؟ 3 انواع. انت ممكن تقسمهم على 2، بس احنا ممكن نقول عليهم ايه؟ 3 عادي. حلو كلام. اللي هم مين بقى محترم؟ اللي هي الخلايا الجسديه. الخلايا الجسديه، والخلايا التناسليه، والخلايا اللي هي مين بقى يا استاذ؟ الجنسيه. وركز بقى معايا كده في اللي جاي واحده واحده. الخلايا الجسديه والتناسليه والجنسيه. جميل. جميل يا باشا. الجسديه ديت زي مين يا استاذ؟ والله بص كل الخلايا اللي في جسمك، كل الخلايا اللي في جسمك. بس هي حاجه زي الخصيه مثلا، او حاجه زي المبيض في الانثى بنقول عليها خلايا تناسليه، مع انها برضو تشبه الخلايا الجسديه في الاثنين نون، ولكن لما تيجي تنقسم بتديني الخلايا الجنسيه اللي هي بتبقى نون، اللي هي الامشاج. طيب الخلايا الجسديه ديت هتبقى نون ولا 2 نون؟ هتبقى 2 نون يا استاذ، صح؟ طب التناسليه 2 نون. طيب الجنسيه هتبقى نون. طب ايه هي ان 2 نون ونون؟ ده حاجه اسمها المجموعه الصبغيه. اوعى تكون ناسي، وافرق لك دلوقتي ما بين المجموعه الصبغيه والعدد الصبغي. حلو الكلام. فيبقى عندك الخلايا الجسديه 2 نون، التناسليه 2 نون، الجنسيه برضه نون. طيب بينقسموا انقسامات ايه؟ ببساطه يا محترم هقول لك ان انا عندي ديت اللي هي مثلا الجسديه بتنقسم انقسام ميتوزي. حلو. والتناسليه بتنقسم انقسام، هنا مثلا لو في بعض الكتب يقول لك ان هي تنقسم انقسام ميوزي عشان تكون الامشاج. انا مش في اعتراض ولا حاجه، بس انا بقول لك ان مش كل الخلايا التناسليه بتنقسم انقسام ميوزي. واقول لك دلوقتي يعني هي بتنقسم ميتوزي وبتنقسم ميوزي لتكوين الامشاج، عشان تكون ليها مين؟ الامشاج. اديني مثال، اديك مثال في الحته دي عشان تقتنع. بص يا حبيب قلبي، لو احنا جينا مع بعض كده ورسمنا رسمه صغنونه، الا وهي الرسمه دي. بص كده معايا، دي الرسمه قطاع عرضي في الخصيه. ادي عندي دي انيبيبات منويه اهي. ادي الانيبيبات المنويه. ولا اقول لك انا هكبرها اكتر من كده اهي، شيل دي كده نكبرها اكتر من كده معالي الباشا ونوريها لك اهي. ادي انيبيبه منويه، وده عندي هنا كده انيبيبه منويه، وده عندي هنا كده انيبيبه منويه. معظم الشكل اللي انت بتشوفه بيكون بالشكل ده؟ لا، هاوريك هو بيكون بالشكل ده. بيكون بالشكل ده كده، تلاقيها نص كده اهو. بيكون بالشكل ده كده، تلاقيها نص كده. معظم بالشكل ده كده. فده قطع عرضي في الخصيه، صح؟ مش انت متعود على الشكل ده في ايام الهرمونات؟ ولا مش متعود يا ابني؟ متعود. ما بينهم هنا كده في خلايا، مجموعه من الخلايا البينيه اهي. صح ولا انا غلطان؟ صح يا محترم. مجموعه من الخلايا البينيه موجوده اهي. جميل. السؤال هنا،
هو انا بنقسم ميوزي ليه؟ يعني انا لما اجي ابص كده هنقسم ميوزي، هو بيقول لك انقسم ميوزي ليه؟ لتكوين الامشاج. هل الخلايا البينيه اللي موجوده في الانيبيبات المنويه هتنقسم ميوزي عشان تكون امشاج؟ يعني الخلايا البينيه اللي بتكون هرمونات، حاجه زي التستوستيرون والاندروسترون، هتنقسم ميوزيا عشان تكون امشاج؟ طبعا لا. فدي مثلا يا محترم لما اجي اتكلم عليها، عشان الحته دي جت في امتحانات قبل كده، لما اجي اتكلم على الحته دي كده، تعال ارجع كده اهو، لما دي عباره عن الخلايا البينيه. حلو كلام. الخلايا البينيه ده تنقسم انقسام ايه؟ ميتوزي. لو انقسمت هتنقسم انقسام ميتوزي، مش هتنقسم ميوزي. امال مين اللي هينقسم ميوزي بقى في الخصيه؟ اللي هينتج الامشاج، اللي هيديني المشيج. مين اللي هيديني المشيج؟ تتعصب ده يا استاذ؟ مش متعصب يا ابني والله، بس عاوز اوصل لك المعلومه باقرب حاجه ممكنه. عاوزين لون حلو كده او اخضر. طيب بص يا باشا، بيكون عندك هنا بيكون في خلايا جرثوميه اميه اصلا ما بتبانش، ما بتظهرش في القطاع العرضي. بعد كده بتدينا حاجه اسمها امهات المني، والكلام ده انت هتاخده اكثر في التكاثر بتاع الانسان. بعد كده بتدينا حاجه اسمها منويه اوليه. بعد كده يبدا بقى حدوث الانقسام الميوزي. حتى في الاول دول ما حصلش انقسام ميوزي، يبدا بقى من هنا حدوث الانقسام الميوزي. يديني خليه منويه ثانويه، بعد كده يديني طلاع منويه، بعد كده عندي الحيوانات المنويه. فمن اللي حصل في انقسام الميوزي ده؟ هي المنويه الاوليه، دي المنويه الاوليه، هي اللي حصل فيها الانقسام الميوزي. اشمعنى يا استاذ هي اللي حصل فيها انقسام ميوزي؟ عشان يا حبيب قلبي هي اللي في الاخر اللي هتنتج لها الامشاج. فلما اجي اقول لك واضحك عليك واقول لك ان الخلايا التناسليه يحدث فيها انقسام ميوزي فقط، فده مش مظبوطه. لا، هو ممكن يحصل فيها انقسامات ميتوزيه، لانه كان جايبها قبل كده في امتحانات تقريبا 2023، جايب لك صوره حويصله الجراف. فانت تقول حويصله الجراف غده تناسليه بتنتج الاستروجين، فاكيد هتنقسم ميوزي عشان تديني البويضه. حبيبي غلط، مش كلها تنقسم ميوزي، لا. لو انا اديتك مثلا مثال على حويصله الجراف مثلا، اهو لو رسمناه رسم كروكي كده، ادي الحويصله، وهتلاقي عندك ان الحويصله مجموعه من الخلايا كده. الحويصله مش خليه واحده يا حبيبي لو انت ما كنتش تعرف، الحويصله مجموعه من الخلايا. وبعد كده عندك هنا مجموعه من الخلايا برضو في الجزء ده كده، مجموعه من الخلايا اهو. في وسطهم كده هتلاقي عندك الخليه الجنسيه اللي هي البويضه. ايوه هي دي البويضه، او الخليه الجنسيه دي البويضه الثانويه. ديت يا محترم اللي ناتجه من انقسام ميوزي اول، وهتعمل انقسام ميوزي تاني. اما لما اجي اقول لك على دولت الخلايا الجسديه ده هي اللي موجوده عندك في الحويصله دي، لا يا باشا، دي خلايا 2 نون وهتقوم بانقسامات ميتوزيه. وده سؤال كان جاء قبل كده، ولاحظ وخلي بالك من الحته دي. ماشي يا محترم؟ طيب فده قلنا مثلا ده الامثله على التناسليه الخصيه والمبيض والموتك مثلا اللي هو موجود في النبات. طب الجنسيه يا حبيب قلبي لا تنقسم. يا استاذ انت بتناقض نفسك، خلي بالك. ليه؟ لان انت قايل لي ان البويضه الثانويه ده اهي بتنقسم. يا حبيب قلبي البويضه الثانويه دي هتعرفها ان شاء الله بعد كده ان هي مرحله من مراحل الانقسام الميوزي، عشان تديني البويضه الناضجه اللي في الاخر. البويضه الناضجه اللي في الاخر دي ما بتنقسمش بقى، امال بيحصل لها ايه؟ اندماج. لا تنقسم، ولكن يحدث اندماج. اللي هو مين الاندماج ده؟ اللي هو الاخصاب يا حبيب قلبي. ماشي، مركز بقى معايا كده. فالبويضه الثانويه ديت جايه من انقسام ميوزي اول، لسه هتعمل انقسام ميوزي تاني زي ما احنا قلنا. فده لا تنقسم. زي مين بقى هنا كده؟ هنا زي مين؟ عد بقى معايا. عندك الحيوان المنوي، الحيوان ابن الحيوان المنوي، حيوان ابن حيوان المنوي، وعندك البويضه الناضجه، وعندك حاجه زي حبوب مثلا اللقاح. جميل يا محترم. طبعا الخلايا الجسديه بقى حدث ولا حرج، حضرتك بقى ممكن تكتب اللي انت عاوز تكتبه فيها، يعني امثله يعني عليها. فانت ممكن تقول مثلا خليه زي خليه الكلى، مثلا ممكن تقول الكبد، ممكن تقول مثلا المعده، ممكن تقول مثلا البنكرياس، وهكذا الخلايا الجسديه اللي موجوده عندك في مين؟ في الجسم. طيب يبقى احنا كده خدنا انواع الخلايا الجسديه والتناسليه ومنها بقى الجنسيه والكلام ده كله. طيب فهمني بقى يا استاذ، انت قلت لي ان ده انقسم ميتوزي وده انقسم ميوزي وده مش عارف انقسم ايه وده لا تنقسم، حصل له اندماج. هو ايه اصلا الفرق ما بين الانقسام الميوزي والانقسام الميتوزي؟ اصلا ايه الفرق ما بينهم؟ بص هقول لك. لما اجي اقول لك نعمل حالتين، انا الحاله الاولى وانا الحاله الثانيه، اللي هم مين بقى محترم؟ الانقسام هنا تيجي هنحط الميتوزي
وهنا كده هنحط الميوزي. تعالى افهمها لك واحده واحده، وافتكر مع بعض كده سنه كام؟ سنه تالية، سنه كام؟ سنه ثالثه اعدادي تقريبا. في التكاثر كان بياخدوا التكاثر في ثالثه اعدادي، صح ولا إيه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ اكيد انت مش فاكر، انا عارف ان انت مش فاكر. طيب بص كده، الميتوزي ده كان مسؤول عن الثبات الوراثي. اما الميوزي ده كان بيحمل فيه تنوع وراثي عن طريق ظاهره اسمها ظاهره العبور. طب فهمني الكلام ده. اقول لك، بص وركز معايا كده. الثبات الوراثي ده يعني ايه ثبات وراثي؟ يعني انا لو جبت خليه وانقسمت انقسام ميتوزي، اللي ناتج من الانقسام هيكون شبه الاصل بالظبط، تيبيكال. حلو. اما لو انقسام ميوزي لا، هيحصل فيه تنوع، هيحصل فيه اختلاف. اصلا بص، انقسام الميتوزي ده قلنا ان هو ثبات، اهو قلنا ان ثبات. اما ده اهو الانقسام هنا ده اختزالي. يعني ايه اختزالي؟ يعني بينصف العدد. طيب ده بينتج منه عدد، العدد بينتج منه كام؟ ده بينتج منه 2. اما العدد هنا بينتج منه كام؟ بينتج منه 4. طيب اديك رسم كروكي يوضح الفرق ما بين الميتوزي والميوزي، وهدخلك في تفاصيل التفاصيل دلوقتي، بس ركز معايا واحده واحده. بص يا حبيب قلبي، لما نيجي نتكلم مثلا عن، اسحب دي كده، لما نيجي نتكلم هنا مثلا عن الانقسام اللي هو الميتوزي، حلو كلام. الانقسام الميتوزي هيكون عامل ازاي؟ بص، لو انا عندي خليه 2 نون، حلو، هتنقسم وتديني خليتين 2 نون و2 نون. ببساطه، شفت ابسط من كده؟ مفيش ابسط من كده. هيجي في دماغك دلوقتي سؤال، اصبر عليها اقوله لك، اصبر ولا، اللي هو ايه؟ ازاي 2 نون بيديني 2 نون و2 نون؟ ازاي؟ انا عاوز افهم ازاي 2 نون يديني 2 نون، المفروض 2 نون يديني نون ونون، مفهومه. انا مسكت الحاجه، مسكت مثلا ايه ده، كتاب ماشي، مسكت كتاب زي ده، عاوز يتقسم، هيتقسم نصين، مش هيطلع لي نفس الكتاب، مستحيل. طب دي جت ازاي؟ هنعرفك بعدين، بس واحده واحده كده. طيب لما تيجي تبص على الميوزي بقى في رسم كروكي توضيح على السريع كده، هتلاقي ان الخليه 2 نون بتنقسم بقى وتديني نون وتديني نون. حلو. بس ده هيبقى في انقسام ميوزي اول. طيب بعد كده النون ديت بتنقسم وتديني نون، وبعد كده النون، وهنا كده تنقسم وتديني نون، وبعد كده النون. ده في انقسام ميوزي ثاني. حلو الكلام يا محترم. يبقى انا عندي هنا كده الاولانيه دي كده اداني كام؟ 2. وده اداني كام؟ 4. حصل اختزال ولا ما حصلش اختزال؟ حصل اختزال. اي والله حصل اختزال. عرفت منين ان حصل اختزال يا باشا؟ لو انا بتكلم في الانسان ودي 46 كروموسوم، اصبح ان ده كام؟ 23 كروموسوم. اما لو انا بتكلم في الانسان فده 46 كروموسوم، ده برضه 46 كروموسوم، ما حصلش اختلاف. فهنا كده في ثبات وراثي، في نفس العدد هنا هو نفس العدد هنا. اما انا عندي هنا كده في تنوع او في اختزال في العدد الوراثي، لان التنوع بيجي من ظاهره العبور. في تنوع في في اختزال في العدد الكروموسومات. كان هنا 46 اصبح هنا 23 كروموسوم. ده بيجي ازاي؟ هقول لك بس ما تستعجلش، بحمسك. طيب الاول كده، الانقسام الميتوزي وظيفته ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ والله ثبات وراثي، يعني ممكن يعمل، لو بنت بتتكلم يا حبيب قلبي عن الوظيفه، فممكن يعمل ايه؟ والله ممكن يعمل نمو. هو الخلايا تنقسم كتير عشان يعمل ليها نمو، بس اهم حاجه ان هو يكون نفس الخلايا فيعمل ليها نمو. او يعمل ليها حاجه اسمها التئام، صح؟ التئام الجروح، حضرتك اتعورت وعاوز يلتئم الجرح، فبينقسم الخلايا عشان تسد الجرح ده. 3، في كائنات تانية ممكن يحصل فيها بدل الالتئام تعويض، حاجة زي الضفدع والسلمندر، الديل اتقطع هيعوضه، يعني مش هيلتئم الجرح وخلاص، لا ده هيطلع ديل جديد، يعني هيطلع له ديل جديد يا عم، ماشي، وده تجدد بالغرض التعويض. بس انقسام الميتوز هو اللي بيقوم كده. طيب طالما ثبات وراثي، من رأيك انت هستخدمه اكتر في التكاثر الجنسي ولا اللا جنسي؟ يلا ها. لا جنسي طبعا يا معلم، لا جنسي، لانه ثبات وراثي. يبقى هنا كده المعظم في ايه؟ في التكاثر. مين بقى محترم؟ اللا جنسي. المعظم ليا في التكاثر اللا جنسي. طب يا استاذ لو سمحت، هل هو كل كل انقسامات ميتوزيه تكاثر لا جنسي؟ مش شرط يا حبيبي، هنا لحد دلوقتي انا بديك قاعده.
القاعده ممكن بعد كده تلاقي عندها شواذ وهو بيجي يسال في الشواذ. يعني هو لما يجي يسال، هو بيسال في الشواذ اللي انت عارف كده قاعده، يعني طبيعي ان عارف القاعده، بس بيجي يسالك في شواذ مين؟ القاعده. طب ده الوظيفه بالنسبه لمين يا محترم؟ بالنسبه للميتوزي. طب اللي هو بالنسبه بقى للحاج الجدع الميوزي الحلو ده يا باشا، انتاج الامشاج. ليه بقى يا استاذ؟ لحدوث الاخصاب. شكرا. بس الوظيفه بتاعت الميوزي ان هو ينتج لي الامشاج عشان يحصل لي عمليه مين؟ الاخصاب. سؤال يا استاذ معلش، هل ممكن ينتج الامشاج بانقسامات ميتوزيه؟ عادي جدا، عادي. وهم 4 حالات هنقولهم ان شاء الله، وانا قايلهم اصلا في الفيديوهات بتاعت الحل. حلو كلام. وانت ما شفتش فيديوهات الحل وانت بتسمعنا وانت منطلق في التكاثر، ممكن تخش وتشوف فيديوهات الحل بتاع كتاب الدليل. انا بفسر لك سؤال سؤال وبديك معطيات، بقعد في السؤال حبه كتار كده بس بفهمك كل حاجه. حلو كلام. انتاج الامشاج لحدوث مين؟ لحدوث الاخصاب. حلو كلام يا معلمه، حلو كلام جدا. فيبقى انت هنا عندك الوظيفه بتاعه الانقسام الميوزي ان هو ينتج ليه الامشاج. اما الانقسام الميتوزي بقى نمو والتئام وتعويض، والمعظم في التكاثر مين؟ اللاجنسي. طيب جميل قوي. طيب الانقسام الميتوزي ده بيحصل ازاي بقى؟ تعال نبداها صفحه جديده. لما اجي اقول لك الاطوار او مراحل الانقسام الميتوزي، وافهم معايا عشان افهمها لك بطريقه بسيطه جدا جدا. يعني مراحل الانقسام الميتوزي، بص يا حبيب قلبي، انا في الاول كده ادي عندي خليه. حلو. وانا برسم لك كل حاجه قدامك رسم كروكي عشان تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ما اجيبش لك صور وايه واشرح لك عليها وانت هوب تتخض من الصوره مره واحده. لا، واحده واحده كده، خطوه خطوه بايد اهو. حلو كلام. طيب بص يا محترم، لقينا ان انا عندي هنا كده، والله بص تعالى هنا عشان نكون سرعه التنقل بس. لقينا انا عندي دي خليه، الخليه دي فيها 4 كروموسومات اهو. الخليه دي يا باشا جسديه 2 نون. فيها كام كروموسوم؟ فيها 4 كروموسوم، هرمز لهم الرمز كاف. فيها كام دي ان ايه؟ 4 دي ان ايه. طيب الكروموسوم هنا احادي الكروماتيد، فاكر؟ احادي الكروماتيد. يعني شكله عامل ازاي؟ عامل ليا كده واحد بس. طب هو هل شكله عامل ليا كده او كده؟ لا، ده لو كده يبقى ثنائي الكروماتيد، ده كده ثنائي الكروماتيد. اللي انا شايفه قصادك ده كده احادي الكروماتيد. حلو. ادى الخليه معايا يا معلم 2 نون 4 كروموسوم. في بروبلم كده في الموضوع؟ نو بروبلم في الموضوع. تعالى نمشي بقى خطوه خطوه. الخطوه الاولى اللي لازم تحصل ان يحصل ليها عمليه اسمها عمليه تضاعف. حلو. يحصل ليها عمليه اسمها عمليه ايه؟ تضاعف. طيب عمليه التضاعف دي يا باشا هيحصل ايه؟ والله ببساطه يا استاذ، ادى الخليه اهي، اللي هيحصل لها كالاتي، ان الكروموسومات هتبقى بالشكل ده كده اهو. اي لاحظ بقى انت يا معلم ايه اللي حصل للكروموسومات؟ والله بدل ما كان كروموسوم احادي الكروماتيد اصبح كروموسوم ثنائي الكروماتيد. ايوه هو ده التضاعف. فاصبح هنا عندك كام كروموسوم؟ اللي هيقول لي 8 هشلوحه. لا هما مش 8، هما كام؟ هما 4 كروموسومات بس ثنائي الكروماتيد. كروماتيد اهو، 2 كروماتيد مع بعض يكونوا ليها كروموسوم. بس خلي بالك بقى من حاجه معلمه، هنا برضو زي ما هو 2 نون مفيش مشكله، هو زي ما هو 2 نون، ولكن كام دي ان ايه بقى لو انت شاطر؟ 8 دي ان ايه. جبتها منين ال8 دي ان ايه ده يا استاذ؟ ببساطه خالص يا حبيب قلبي، هو هنا كده كان 4 دي ان ايه لان الكروموسوم كان احادي الكروماتيد. كروماتيد يعني دي ان ايه واحد. طيب هنا بقى يا استاذ ما 4 كروموسومات برضو، بس الكروموسوم ثنائي الكروماتيد، فكل كروموسوم فيه 2 دي ان، فيه 2 كروماتيد يعني فيه 2 دي ان ايه. فاصبح ان يكون عندي كام؟ 8 دي ان ايه. فلو انت ولا شاطر يعني انت ولا شاطر، التضاعف اللي حصل هنا تضاعف في الكروموسوم ولا في الدي ان ايه؟ في الدي ان ايه. شاطر شاطر، برافو عليك. التضاعف اللي حصل هنا في الدي ان ايه. والله برافو عليك. لا التضاعف اللي حصل هنا محترم، حصل ليا في الدي ان ايه. جميل جميل. طيب اي انقسام هيحصل هيسبقه تضاعف، ما عدا انقسام الميوزي الثاني هنقوله دلوقتي. حلو كلام. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ خلاص بقى يا باشا، الخليه بقى بتبدا ان هي ايه؟ تخش في مرحله زي مرحله الطور الاستوائي اهو. ان هنا كده الكروموسومات كلها بقت على استقامه واحده، وبيكون عندي هنا كده حاجه اسمها الجسم
المركزي اللي هيطلع منه حاجه اسمها ايه؟ خيوط المغزل اهو. اللي هيطلع منه حاجه اسمها كده خيوط المغزل. فده كده جسم مركزي ويطلع منه خيوط المغزل. لحد ما ده طبعا حاجه زي الطور مثلا، الطور الاستوائي اللي هم كلهم بيكونوا على استقامه واحده. طيب بعد كده لحد ما نوصل لمين بقى محترم؟ لحد ما نوصل للطور الانفصالي. بص بص هيكون عامل ازاي اهو. ده الطور الانفصالي. لا لا لا، وحشه 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 وحشه. ارجع 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 ارجع، دي وحشه خالص. امسح 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 امسح, امسح. امسح. انت هتصغرنا ولا ايه؟ تعالى ارجع كده اهو. بص يا باشا، ده الطور الانفصالي اهو. طيب لقيت ايه بقى يا محترم؟ لقيت ان انا عندي الكروماتيدات هي اللي فصلت اهي. الكروماتيدات فصلت عن بعضها كده، 4 كروماتيدات كده اهو. ايه اللي حصل بقى يا استاذ؟ اقول لك دلوقتي. ادى خيوط المغزل اهي فصلتهم عن بعض، وده خيوط المغزل اهي فصلتهم ليه عن بعض. حلو كلام يا محترم. طب دولت ايه اللي حصل فيهم؟ تعالى اقول لك. بص يا محترم، انا معايا قلمين اهو. ده كروماتيد وده كروماتيد اهو. الاتنين مع بعض كانوا عباره عن كروموسوم. دي خيوط المغزل شدت من هنا وخيوط المغزل شدت من هنا، فعملوا ايه؟ فصلتهم عن بعض. فده راح في خليه وده راح في خليه. طب انت عندك كان عندك كام كروموسوم؟ 4 كروموسومات. كل كروموسوم كان فيه كام كروماتيد؟ 2. فكل كروموسوم بينفصل، بيروح هنا واحد وهنا واحد. يعني 4 هيروح هنا وأربعة هيروح هنا. ببساطه ببساطه زي ما انت شايف كده. فأربعة هيروح في الناحيه دي وأربعة هيروح في الناحيه دي. لحد ده عبارة عن الطور الانفصالي. لحد ما وصلنا لمين بقى يا باشا؟ للنهاية اللي هو الطور النهائي. هتلاقي أنا عندي هنا كده خلية، وهتلاقي عندي هنا كده خلية. الخلية ديت فيها 4 كروموسومات أهي. الخلية ديت فيها 4 كروموسومات أحادية، والخلية دي فيها 4 كروموسومات أحادية. 2 نون، 4 كروموسوم، وأربعة مين؟ دي إن إيه. طب تعالى بص معايا كده، الله يبارك لك. مش انا قلت لك في الاول ان الانقسام الميوزي او الانقسام الميتوزي بيكون عنده ثبات وراثي؟ يا استاذ عنده ثبات وراثي اهو. زي ما انت شايف. هو بدأنا بكام اهي؟ لو انت بصيت كده، بص معايا كده، احنا بدأنا بكام؟ بدأنا باتنين نون، 4 كروموسوم واربعة دي ان ايه. ونهينا بكام؟ باتنين نون، 4 كروموسوم، اربعة دي ان ايه. طب يا استاذ طلعت ازاي 2 نون؟ يا حبيبي اللي فرق في العملية دي كلها هو التضاعف. ان هو حصل له عمليه تضاعف. بدل ما كان كروموسوم احادي الكروماتيد اصبح كروموسوم ثنائي الكروماتيد. ببساطه خالص. هل كده في بروبلم في الموضوع؟ نو بروبلم. تعال نراجع مع بعض كده يا باشا. عندي خليه، الخليه دي 2 نون. قبل ما يحصل لي انقسام بيحصل لها تضاعف. لو انت فاكر كان في حاجه اسمها الطور البيني. حلو كلام. هنا كده التضاعف ده اهو بيحصل لي في الطور البيني. لو انت عاوز تعرف يعني ده بيحصل كده يا باشا اهو. معلومه كده في الطور البيني. تمام. قبل من الطور التمهيدي بتبدا بقى ان انت تخش في الطور التمهيدي، يشيل الاغشيه النوويه والكلام ده، الغشاء النووي بتاع النواه والكلام ده كله. يبدا ان الكروموسومات تستقيم على استقامه واحده. عندك 2 جسم مركزي، ما بيحصل برضو تضاعف للدي ان ايه وتضاعف للعضيات. بدل ما يكون عندك جسم مركزي واحد بيكون عندك 2، لان كل خليه هتاخد واحد. طيب بعد كده الجسم المركزي انت خيوط المغزل. خيوط المغزل فصلت ليها الكروماتيدات عن بعضها البعض. ولما فصلت ليا الكروماتيدات عن بعضها البعض يا باشا، خلاص كون ليا في الطور النهائي خلاص خليتين، كل خليه منهم 4 كروموسومات. هل في بروبلم كده؟ نو بروبلم يا استاذ، وزي الفل. ده بالنسبه لمراحل مين؟ الانقسام الميتوزي. طب لما نيجي نتكلم عن مراحل الانقسام او مراحل الانقسام الميوزي وليس الميتوزي. الميوزي بقى هيكون الدنيا فيها ايه؟ هقول لك انا. بص كده محترم، وتعالى هي كبرت ليه كده. طيب مراحل الانقسام الميوزي، تعالى بقى واحده واحده. نفس الفكره برضو هنا. انا عندي هنا كده خليه. ادي الخليه اهي. ادي الخليه فيها كام كروموسوم؟ 4 كروموسومات. ادي ال4 كروموسومات. طب المفروض بقى بتقول دلوقتي ورايا احاديه الكروماتيد ولا ثنائيه الكروماتيد؟ احاديه الكروماتيد. يعني هنا 2 نون. كم كروموسوم؟ 4 كروموسوم. كم دي ان ايه؟ 4 دي ان ايه زي ما هم. قبل اي انقسام يحدث تضاعف. جدع محترم، فانت حفظت اهو. قبل اي انقسام بيحصل ليها تضاعف. التضاعف ده يعني ايه يا استاذ؟ يعني هيتحول الكروموسوم من احادي الكروماتيد لثنائي الكروماتيد اهو. بص اعملها لك اهو. يعني الكروموسوم بيتحول من كده لكده اهو، الحته دي كده. فده عباره عن ايه يا محترم؟ ده عباره عن عمليه تضاعف. ده عباره عن عمليه ايه؟ تضاعف.
في بروبلم كده في الموضوع؟ نو بروبلم. حصل لي عمليه التضاعف فاصبح الكروموسومات بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده زي ما انت شايف. خليها ده على طول الطور بقى الاستوائي. حلو الكلام. فانا عندي هنا كده في الحته ديت هيطلع عليها اجسام مركزيه اهو من الحته دي كده، وهيطلع عليها خيوط زي خيوط المغزل. ايه اللي بيحصل بقى في الطور الانفصالي في النهائي؟ اهو بص معايا وركز. هتلاقي ان الطور الانفصالي عامل ليا بالمنظر ده كده، بس المره دي خلي بالك بقى من حاجه. هناك كان بيفصل الكروماتيد عن الكروماتيد، يعني كان بيعملهم كده. هنا في الطور الانفصالي الاول ده هياخد الكروموسوم ذات نفسه كله ويسيب كروموسوم هنا، هياخد كروموسوم ويسحب كروموسوم. يعني هيكون المنظر عامل ازاي؟ كروموسومين اتنين راحوا هنا وكروموسومين اتنين راحوا هنا. نتيجة لمين يا محترم؟ نتيجة للشد بخيوط المغزل بالمنظر ده كده. خيوط المغزل هتشدهم اهو. فايه اللي حصل بقى؟ هل هنا فصلت كروماتيدات عن بعضها ولا خدت كروموسومات؟ خدت كروموسومات يا باشا. فاللي هيحصل عندي هنا ده اسمه الانفصالي الاول، وخلي بالك ده مهم جدا لانه بيختلف عن الانفصالي بتاع الميتوزي وعن عن الميوزي الثاني، لان الميوزي الثاني هو الميتوزي، الميوزي الثاني ولا هو الميتوزي يا ماشي. لايك ماشي. طيب بص بقى معايا كده، ايه اللي هيحصل بقى بعد كده؟ بعد الانقسام خلاص هيديني خليتين او ادي خليه وادي خليه، بس الخليه دي فيها 2 كروموسوم والخليه دي فيها 2 كروموسوم. بس ركز يا حبيب قلبي، لا ده ما فيهمش كروموسومات عاديه، ما فيهمش كروموسوم احاد الكروماتيد، لا ده هو قانون، لانه عباره عن 2 كروموسوم. بس كام دي ان ايه؟ 4 دي ان ايه. اشمعنى يا استاذ 4 دي ان ايه؟ لان الكروموسوم هنا ثنائي الكروماتيد مش احادي الكروماتيد. ماشي يا محترم. فيكون عندك هنا الكروموسوم بقت ليا نون، وديت مرحله الانقسام الميوزي الاول. مرحله انقسام مين؟ الميوزي الاول. حلو كلام محترم. فيبقى عندك هنا 2 كروموسوم، هيبقى فيها كام؟ 4 دي ان ايه. طب انا كده انتجت خليتين. ماشي يا حبيب قلبي، ما الميوزي مرحلتين، ميوزي اول وميوزي تاني، وما ينفعش ان انا افضل كده. يعني الكروموسومات ثنائيه الكروماتيد لازم أن تتفك. فيجي بقى دور مين؟ انقسام الميوزي الثاني. الميوزي الثاني شبه الميتوز بالظبط. فبص ايه اللي هيحصل اهو. بص كده معايا، ادى الخليه هي محترم، وادى عندي هنا كده الخليه هي محترم. شيل ديت وحشه اهي. ادى الخليه اهي، اعمل دايره كده محترمه. هتلاقي ان عندك هنا الكروموسومات اهي، خط ليا استواء، طلع لهم خيوط المغزل او طلع عندي هنا كده خيوط مغزل، وطلع عندي هنا كده خيوط مغزل او خيوط مغزل. طيب خيوط المغزل هنا يا حبيبي في الطور اللي هو في الانقسام الميتوزي كانت بتفصل الكروماتيدات عن بعضها ولا لا؟ فاصبح بص 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 على الطور الانفصالي هيكون شكله عامل ازاي. ادي الطور الانفصالي اهو، وده عندي هنا كده الطور الانفصالي اهو لكل واحده من الخليات. ما هم خليتين. لقينا ايه بقى يا استاذ؟ لان هنا الكروماتيدات هي اللي انفصلت وليس الكروموسومات. كروماتيدات هي اللي انفصلت وليس الكروموسومات اهو. خيوط المغزل هنا يا باشا فصلت ليا الكروماتيدات عن بعضها. شبه مين بقى يا استاذ؟ شبه الانقسام الميتوزي بالظبط. شبه الانقسام مين؟ الميتوزي بالظبط. فيصبح ايه بقى يا محترم؟ هيصبح عندي هنا كده خليتين، ادي خليه وادي خليه، واصبح عندي هنا كده برضو خليتين، ادي خليه وادي خليه، بس كل خليه من دول فيها كروموسومين 2 احادي الكروماتيد اهو. طيب ده كده هيبقى نون ولا 2 نون؟ نون. كام كروموسوم؟ 2 كروموسوم. كام دي ان ايه؟ 2 دي ان ايه. صح؟ طيب ركز بقى معايا كده وشوف الموضوع من اوله لاخره وركز. بص يا محترم، انا في الانقسام الميوزي بعمل ليها كام انقسام؟ انقسامين، يا اما ميوزي اول وميوزي تاني. ادى الميوزي الاول اهو. حلو كلام. الميوزي الاول ايه اللي حصل فيه؟ الخليه عادي قبل الانقسام الميوزي الاول حصل تضاعف عادي جدا. طيب حصل ليه؟ دخلت في الطور الاستوائي عادي جدا. هي المشكله في الانفصالي بقى. لما حصل ليا الانفصالي بدل ما يفصل الكروماتيدات عن بعضها، بدل ما يعمل كده لا راح واخد دي الاتنين مع بعض كده. يعني لو في قلم تاني الموضوع بعيد شويه اهو. بص يا معلم، ثانيه واحده ثانيه اهو. بص عشان بس تكون الموضوع واصل لك لان الحته دي مهمه. انت عندك ادي كروموسومين اهو، وده عندي هنا كده كروموسوم اهو، كروموسوم اهو، اكس اهو واكس اهو، صح؟
فايه اللي بيحصل بقى في الميتوزي؟ الميتوزي بياخد واحد هنا واحد هنا، ماشي، واحد هنا واحد هنا، وهنا كده اهو، ده كروموسوم اهو بياخد واحد هنا واحد هنا، وزعهم كده. طيب اما في الميوزي الاول ايه اللي بيحصل؟ اتنين كروموسومات موجودين اهو، اتنين كروموسومات اهو، هياخد كروموسوم هنا وهياخد كروموسوم هنا، زي ما هو ايه، ثنائي الكروماتيد، ما فصلش الكروموسومات عن بعضها. بعد كده ايه اللي بيحصل بقى؟ نيجي بتخش بقى بعد الميوزي الاول بتخش في مرحله الميوزي الثاني، ده عباره عن الميوزي الثاني. ماشي، تعال ناخد بعض الاستنتاجات بقى، انت راجل محترم وهتعرف تستنتج. بص كده يا باشا، اول استنتاج انت خلاص احنا المفروض قلناه، الميوزي الثاني يشبه الميتوزي. حلو الكلام. طيب في معلومة كمان انت المفروض برضو تكون عرفتها. ايه هي المعلومة؟ ان اي انقسام يسبقه تضاعف ما عدا الميوزي الثاني. اشمعنى يعني الميوزي الثاني ده يا باشا؟ بص، الميوزي الثاني اصلا لو بصيت على الكروموسومات بتاعته هتلاقيها اصلا ثنائيه الكروماتيد، يعني هي كده كده متضاعفه، فما يحصلش له عمليه تضاعف. فاي انقسام بيحصل له عمليه تضاعف ما عدا مين؟ انقسام الميوزي الثاني. طيب بص، خد كمان استنتاج. الانقسام او الميوزي الاول اختزال في عدد الكروموسومات، اما الميوزي الثاني اختزال في عدد الدي ان ايه. دليلي، تعالى بص معايا، ايه المشكله يعني؟ بص على دليلي يا حبيب قلبي. لما تيجي تبص معايا كده، بص هنا كده، اول حاجه في الميوزي الاول ايه اللي حصل؟ والله يا استاذ، في الميوزي الاول اهو، خفاها كده اهو، الميوزي الاول كان هنا كام كروموسوم؟ 4 كروموسوم. اصبح هنا كام كروموسوم؟ 2 كروموسوم. فكده يا استاذ حصل اختزال في عدد الكروموسومات. طب ما عد واحد فقير كده يجي يقول لي، طب ما يا استاذ، طب ما عدد الكروموسومات برضو قل، عدد الدي ان ايه برضو قل، فالمفروض اختزال برضو للدي ان ايه. ما يا حبيب قلبي، نتيجه تنصيف الكروموسوم طبيعي انه يتنصف الدي ان ايه، لان الدي ان ايه جزء من الكروموسوم. تاني الحته دي كده، بص يا حبيب قلبي، كان 4 كروموسوم، صح؟ كان هم 4 كروموسوم، كل كروموسوم كان فيه كام دي ان ايه؟ كان فيه 4. حلو كلام. حتى هنا بص، حتى هنا هتلاقي الأربعة دي ان هنا وأربعة دي ان هنا حتى ثابتين. اه والله، في الأول في البداية خالص 4 دي ان وأربعة دي ان ثابت. بس لما يجي يتكلم على الحتة دي مثلا اهو، هنا كده هتقول لي ان هنا في 4 كروموسوم، ولكن في كام بقى؟ في 8 دي ان ايه في حالة التضاعف دي. فتقول لي يا استاذ بقى حصل كده، حصل كده برضو اختزال للدي ان ايه. اقول لك لا، هو نتيجه ان الكروموسومات هتتنصف فكده كده يحصل اختزال للدي ان ايه. اما هنا الكروموسوم كان 4 واصبح هنا كام؟ 2. فالميوزي الاول بيعمل اختزال للكروموسومات، ونتيجه اختزال الكروموسومات طبيعي ان عدد الدي ان ايه يقل. طيب بص هنا بقى في الميوزي الثاني، او بص على الميوزي الثاني ده، بص على الميوزي الثاني ده. طيب عندك كام كروموسوم؟ 2 كروموسوم اهو. عندي كام كروموسوم يا استاذ؟ هات الرصاص. عندي كام كروموسوم؟ 2 كروموسوم. عندي 2 كروموسوم. حلو كلام. طب عندك كام دي ان ايه؟ 4 دي ان ايه. جميل. طيب لما انتهى عندك كام كروموسوم؟ 2 كروموسوم، يعني عدد الكروموسومات ثبت. ولكن عندك كام دي ان ايه؟ 2 دي ان ايه، يعني 2 دي ان ايه وكان 4، يعني حصل لهم اختزال. فبص كده يا معلم، المعلومه دي مهمه جدا بالنسبه لك، لان هتاخدها في مراحل تكوين الحيوانات المنويه ومراحل تكوين البويضات. يبقى اختزال عدد الكروموسومات بيحصل في الانقسام الميوزي الاول، اما اختزال كميه الدي ان ايه بيحصل ليها في الانقسام الميوزي مين؟ الثاني. خلي بالك. طيب في حته بقى هنا مهمه، الا وهي بتاعت ايه بقى محترم؟ حاجه اسمها التنوع الوراثي. حاجه اسمها التنوع الوراثي. التنوع الوراثي. حلو. التنوع الوراثي ده بقى معلمه. لما امتى اقول ان التكاثر ده حصل فيه تنوع وراثي؟ اقول لك التنوع الوراثي حاجتين، يا اما عندك انقسام ميوزي، ده عن طريق ظاهره
العبور، يا اما عندك عندك حدوث اخصاب او اندماج. ماشي يا محترم؟ طيب فهمني. انقسام ميوزي، بص يا حبيبي، لما احسن انت كده كده داخل على تكاثر كتير، فببساطه خالص انت عاوز تعرف التكاثر ده هل حصل فيه تنوع وراثي ولا ما حصلش فيه تنوع وراثي، هو ده البساطه. طيب اعرف ازاي؟ ببساطه جدا جدا جدا. لو التكاثر ده في انقسام ميوزي بس فده فيه تنوع. طب لو في اخصاب بس في تنوع. طب لو في انقسام ميوزي واخصاب فاكثر تنوع زي الانسان. طب لو ما فيهوش الاثنين يبقى ما فيهوش تنوع. خلصنا. حلو. يعني لو ما فيهوش انقسام ميوزي وما فيهوش اخصاب يبقى ما فيهوش تنوع وراثي. حلو كلام يا محترم؟ مظبوط اهو. حلو. طيب ركز بقى معايا كده. ايه هي اصلا ظاهره العبور؟ ظاهره العبور اللي هو بيتكلم عليها ديت واللي بتدي التنوع الوراثي ببساطه خالص. ظاهره العبور ديت الاول تحدث في مين بقى يا باشا؟ في الانقسام الميوزي، بس الميوزي الاول، وخصوصا في الطور التمهيدي مش هتفرق معاك قوي. انقسام الميوزي الاول. طب بتحصل ازاي ظاهره العبور دي؟ قال لك يا باشا ببساطه لو انا عندي كروموسوم كده ثنائي الكروماتيد وكروموسوم كده برضه ثنائي الكروماتيد اهو، عارف الاجزاء الداخليه بتاعته؟ يعني دي الجزء الداخلي ده اهو بيتبادل مع الجزء الداخلي ده، بيجوا مع بعض. يعني ايه اللي بيحصل؟ بص كده معايا اهو، ادي الكروموسوم اهو، ماشي، ادي الكروموسوم اهو بالشكل ده كده، وده عندي التاني بيخش معاه بالشكل ده كده اهو، وده الازرق اهو بيخش معاه كده بالشكل ده كده. ماشي يا باشا، بيتبادلوا مع بعض. فاول ما بيحصل ايه اللي بيحصل؟ ايه النتيجه النهائيه بقى؟ هتلاقي النتيجه النهائيه بالشكل ده كده اهي. ايه ده يا استاذ؟ ده احمر. ما انا اقول لك بس انا بكملها على الاخر كده. هتلاقي النتيجه النهائيه بالشكل ده كده يعني خد 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 يا خد يا امسح اسطى، امسح اسطى. ما تسمعش الكلام ليه؟ نعمه لأدبك. ماشي. طيب ايه النتيجه النهائيه اللي توصل ليها؟ النتيجه النهائيه ان هنا كده الجزء ده هيبقى كله احمر لان حصل ما بينهم تبادل، والجزء ده اهو هيبقى كله ازرق لانه حصل ما بينهم تبادل. ببساطه خالص. حلو كلام. هل في اقلام هنا معايا لبسه؟ ما فيش هنا اقلام معايا لبسه، كنت انا وريتك. يعني من الاخر باخد حته من ده، هذا كروموسومين الاثنين مع بعض اهو، باخد حته من ده، باخد حته من ده واحطها هنا، واخد حته من ده واحطها هنا. هل ده بيؤدي للتنوع الوراثي؟ طبيعي جدا. هنا يا باشا بيكون في دي ان ايه، يعني بيكون في جينات اصلا. طب الجينات ديت ممكن الجين ده يكون حامل صفه متنحيه والتاني حامل صفه سائده، فلما تيجي تغير الاثنين ممكن تطلع الصفه المفروض كانت تطلع ليك سائده اتغيرت وبقت متنحيه، فتغير ليها في الصفات الوراثيه بتاعتك. فبالتالي بيحصل ليها تنوع وراثي عن طريق مين؟ ظاهره العبور. وليست، بص كده، خد المعلومه ديت وهتعرفها بعدين، وليست بطفره. يعني دي لا تعتبر طفره او تغير، لان ده وضع طبيعي كده كده بيحصل في جسم الانسان. التغير ده تغير في الصفات الوراثيه. يعني ايه يا استاذ؟ يعني معلش يا حبيب قلبي، هل انت شبه ابوك وامك تيبيكال؟ لا. ليه؟ بسبب ان في تنوع وراثي، ان حصل انقسام ميوزي وحصل اندماج. طب الاندماج ازاي في تنوع وراثي؟ يا هلا ازاي؟ لا الاندماج ما فيهوش يا حبيب قلبي. لو أنا رحت اتجوزت واحده مثلا من الصعيد، ما اعرفهاش ولا تعرفني، وانا هنا من المنصوره. حلو كلام. طيب زي ما انت شايف ان انا من المنصوره، طبعا اللون باين والكلام ده كله انا فاهم. طيب زي ما انت شايف ان انا من المنصوره والكلام ده زي ما انت شايف ان انا من المنصوره. حلو. فانا حيوان منوي مع بويضه، ده صفات وده صفات، فيندمجوا مع بعض. انت بتاخد نصف صفاتك من الام ونصف صفاتك من الذكر، شاي بلبن على طول، اندمجوا مع بعض كده يديك حاجه جديده كده، بسم الله ما شاء الله، تكون قيمه كده ان شاء الله. حلو الكلام. فهنا عندك هنا ظاهره العبور بتعمل تنوع وراثي وليست بطفره. وليست بطفره ديت انت تعرفها كده كده فين؟ امتى؟ معلمه بعدين. طب خد المعلومه المهمه دي برضو. قال لك ان الانقسام الميوزي هو المسؤول عن ثبات المجموعه الصبغيه في الكائن الحي اللي بيقوم ليها بالتكاثر الجنسي. يعني ايه ثبات المجموعه الصبغيه في الكائن الحي؟ يعني مثلا اديك مثال،
انا دلوقتي الانقسام الميوزي في الامشاج خصوصا، يعني ديت الانقسام الميوزي في مين؟ في الامشاج. طيب ازاي يا استاذ فهمني؟ هقول لك يا محترم، تعالى نفترض العكس. يعني ايه تعالى نفترض العكس؟ يعني أنا بقول لك مفيش انقسام ميوزي، يعني مفيش امشاج. يعني تعالى بص كده، انا عندي هنا كده ذكر، حلو كلام، وعندي كده انثى. الذكر كام؟ 44. ولاش هقول لك 44، خش يا عم. الذكر ده 2 نون والانثى دي 2 نون، فالمفروض في الاصل ان 2 نون ده هيديني حيوان منوي نون، فحصل انقسام ميوزي. والبويضه ديت هتديني بويضه نون، حصل انقسام ميوزي ماشي. وهنا حصل ميوزي صح. انا بقول لك لا، هنا انا مش عاوز يحصل انقسام ميوزي خالص، هنا انا مش عاوز يحصل انقسام ميوزي خالص اهو، فمش هيحصل انقسام ميوزي. فهنفترض يا عم ان انت هتنتج امشاجك بانقسامات ميتوزيه. يعني الحيوان المنوي هيبقى كام؟ 2 نون، والبويضه هتبقى كام؟ 2 نون. فايه اللي يحصل؟ الاثنين يا محترم يندمجوا مع بعض في عمليه الاخصاب، يديك زيجوت صح. الزيجوت ده هيبقى كام؟ 4 نون صح. طيب انا قلت ما فيش انقسام ميوزي، طب بعد الاربعه نون الواد ده يكبر ويترعرع، يكبر ويترعرع، يبقى واد شحط كده كبير. ابص كده اهو، الواد الكبير ده كبر وترعرع، الواد اهو كبر وترعرع، حلو. راح جاب له الحاجه الانثى بتاعته بعد ما هي كبرت برضه وترعرعت. ده الذكر وده الانثى. الذكر كان كام؟ كان 4 نون، والانثى كام؟ 4 نون. هل في انقسامات ميوزيه؟ لا. فالاثنين يندمجوا مع بعض تاني واديني 8 نون. يعني اديك مثال انا بقوله في الحصه، بقول لك يا باشا لو سيدنا ادم عليه السلام كان مثلا هو اللي بدايه الكون او بدايه البشريه يعني 2 نون، وستنا حواء مثلا 2 نون. طيب قابيل او هابيل اللي لما يتجمعوا مع بعض ومفيش انقسامات ميتوزيه هيبقى كام؟ 4 نون. حلو الكلام. وهكذا، وهنفضل ماشيين بالسيره لحد ما توصل هنا. انت هتوصل لقد ايه بقى يابا؟ هم تريليون ولا اكتر؟ تريليون يا عم، اكتر من تريليون، يعني هيبقى كتير قوي نون. فالمسؤول بقى ان يخلينا احنا ثابتين على ان الانسان، انا ما بتكلمش على ثبات وراثي، ما يوزي بيعمل تنوع وراثي، ولكن انا بتكلم على ان يخلي الانسان المجموعه الصبغيه بتاعته تكون 2 نون زي ما هي، ما تبقاش 4 نون ولا 8 نون ولا 6 نون ولا الكلام ده كله. هو الانقسام الميوزي. ازاي؟ اقول لك. ما هو انا لو انا جبت هنا الذكر بقى وجبت الانثى، وهنا كان 2 نون في الخلايا التناسليه وهنا 2 نون، عملوا انقسام ميوزي، وعملوا هنا كده انقسام ميوزي، فادتني الحيوان مين؟ المنوي. الحيوان المنوي اهو، وده البويضه اهي، الحيوان المنوي نون والبويضه نون، هيندمجوا مع بعض هيديني 2 نون. حلو. الواد الشحط الكبير ده هيرجع ويتجوز صح، فيديني برضه هنقسم، هيديني حيوان منوي. لو انقسم ميوزي هيرجع يديني حيوان منوي نون، والانثى عندي واحده تانية هتديني بويضه ايه؟ نون. فيندمجوا مع بعض فيفضل 2 نون. يبقى مين المسؤول ان يخلي زي ما احنا ثابتين في العدد الصبغي 2 نون؟ هو الانقسام الميوزي. خلي بالك الحته دي مهمه جدا جدا جدا. طيب تعال نفرق برضو ما بين حاجه مهمه برضو، ده كلها معلومات تفيدك يا محترم، كلها معلومات تفيدك في الحل والله. طيب تعال نفرق ما بين حاجه اسمها المجموعه الصبغيه والعدد الصبغي. حلو. المجموعه الصبغيه ديت اللي هي 2 نون او نون، او اللي هو بيقول لك 2 ان او ان. حلو. طيب امسح بس كده العدد الصبغي من هنا كده، امسح العدد الصبغي هنا، امسح كده